من على البلد رغبتهم في تدميرها والقضاء عليها، ساعتها نقدر نروح. إنما طول ما الوضع بهذه الصورة سنظل مرابطين، وأرخص شيء نقدمه هو أرواحنا. أرخص شيء، أشرف ناس اللي بيقدموا أرواحهم. حازم، حتى تصل رسالة إلى جميع أطياف الشعب، ما هي المطالب المحددة من هذه الوقفة أو هذا الاعتصام المفتوح كما قلت؟ أن تأمن المؤسسات الدستورية للدولة من الجريمة الجنائية التي تتمثل في قتل الناس، في حرق الناس، في حرق المقرات المتعددة، في حيازة السلاح، في هذه جرائم. إذا ما أمنت المؤسسات الدستورية بصورة حاسمة من هذا واتضح أن البلد مستقرة، ليس لنا مطلب إلا هل هناك رسالة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إلى طيف معين من الإعلاميين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؟ ليس هم يعلمون كل شيء، وليس عندي أي شيء أوجهه إليهم، ولا أتكلم الآن إليهم أبدا. أنا أتكلم إلى الناس، إلى الناس، أقول للناس البلد دي ملك لأهلها بإذن الله، وهم مستخلفون عليها. دلوقتي أنا لا أخاطب إلا الناس، ليس عندي خطاب للإعلام مطلقا أبدا. خلاص يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، إنما الناس أيضا إحنا سيكون عندنا من قرار لقرار، من ساعة إلى ساعة إن شاء الله. ما رسالتك للمعتصمين الآن أو من سينوون الاعتصام بعد هذه الرسالة الموجهة من حضرتك إلى الشعب المصري؟ أنا أقول إن ما يحدث في أماكن أخرى ليس اعتصاما ولا مظاهرات. المظاهرات موافقين عليها والاعتصام موافقين عليه، إنما الاعتصام ما فيهوش، الاعتصام والمظاهرات تكييف القانوني ما فيهوش زجاجات مولوتوف، ما فيهوش قتل، ما فيهوش سلاح بالرصاص الحي، ما فيهوش ضرب خرطوش، ده ما اسمهاش مظاهرات. ما فيهاش حرق أبنية، ما فيهاش حيازة سلاح، دي ما اسمهاش مظاهرات سلمية. تكييفها الجنائي أنها خطة إجرامية وجريمة مكتملة الأركان. وأنا لا أبرئ لا البردعي ولا حمدين صباحي ولا عمرو موسى ولا السيد البدوي ولا الذين يختلطون بهؤلاء، وبقول لهم ارتفعوا عنهم، ابعدوا عنهم، تمايزوا عنهم، انفصلوا عنهم، عشان يبان أين الجريمة وأين السياسيون. إنما إذا رأيتم الجرائم دي امبارح وأول امبارح وأول أول وأول أول وكل يوم، ونزلتم معاهم تغسلون جرائمهم وتسترون عليهم، يبقى أنتم تقصدون لهذه الجرائم أن تنستر. وأنا أعرف جيدا ما الذي سأفعله إن شاء الله. لذلك أنا بقول ارتفعوا عن المؤسسات الدستورية، ارتفعوا عنها. احنا خلاص أرواحنا الآن مقدمينها، خلاص أنا مش عايز أرجع بيتي، انتهى الأمر. وأنا بقول للناس اتقوا الله ولا تتخلفوا عنا، والحمد لله رب